السلام عليكم. النهارده وصفتي هنعمل كفتة مع بعض مشوية على الجريل، ولا هندخلها الفرن ولا اي حاجة. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبتتبيلة تحفة وتطلع معاكي هشة وطريقتها حلوة جدا. تابعي معايا الفيديو للاخر وشوفي هنعمل ايه مع بعض. يلا حطي اللايك نسمي بسم الله. معايا كيلو الا ربع من اللحمة، بيبقى فيه نسبة دهن بسيطة. هحط معلقة من الزبادي. تمام، الزبادي بيديها طراوة حلوة جدا. معايا معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، نص معلقة من 7 بهارات وكمان أو بهارات لحمة، ومعايا كمان نص معلقة من الكمون، معلقة بصل باودر، توم باودر، بابريكا، كل حاجة معلقة صغيرة. تمام، دي التوابل اللي احنا هنحطها عليها دلوقتي. وهبتدأ أعجن في اللحمة بتاعتي دي كويس جدا. اتعكي على قد ما تقطعي في اللحمة دي لحد ما الزبادي اللحمة تشربه يختلط في بعضه كويس جدا. تمام، اهو انا قعدت اتعك فيها بتاع 10 دقايق. اللحمة يا جماعة عاملة زي العجين، كل ما بتدعكي فيها كل ما بتبقى حلوة معانا. اجي امسكها كده تتلم معايا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الكبة. فصين من الثوم، نص ربطة بقدونس، حتة من الشبت مش كتير، ومعايا بصلاية متوسطة، وهفهم الكلام ده كله. وهنا انا سويت قرن فلفل حامي، لو انت مش حابه بلاش. هنزل بقى بكل الخليط ده، ممكن كمان تحطي نص فلفل الوان. هبدا اتعب فيها كويس جدا لما كلها تختلط في بعضها زي ما انتم شايفين كده. هنا في الوقت ده انت ممكن تريحي اللحمه شويه وممكن تشتغلي فيها على طول. انا عجنتها كويس فهشتغل فيها على طول. انا معايا شلموت خين كده، ممكن بظهر معلقه، ممكن باي سيخ باي حاجه تصبعيها. هبتدي اصبعها الصباع اللي انت عايزاه، الحجم اللي انت حباه. انا حبيت اعمله متوسط كده. تمام، هنا ببتدي اديها شكل كده وانا بلفها. وطبعا بعمل الكمية كلها بالشكل ده. ممكن تعمليها بالطريقة دي وتحطيها في الفريزر عندك في اكياس لحد في اي وقت انت حابة تعمليها بتطلعي وتشتغلي بيها على طول. تمام، هنا هعمل بقى الكمية زي ما انتوا شايفينها كده بالشكل ده. ده شكلها اهو. هنا بقى تعالوا نعمل كمان الصوص اللي هندهنه بيها. معلقة من السمنة سايحة، ايوه، هندهن بسمنة. كمان معلقة من البابريكا بس، وهنقلب كويس. وتعالوا بقى نخش على الكال او الصينية، او ممكن تدخليها الفرن وتدهنيها الاول وبعد كده تدخليها الفرن عادي. دهنت نقطة من الزيت وهبدأ بكل سهولة ارص الكفتة. انت زي ما قلتلك ممكن تدخليها الفرن، تدهني الصوص اللي احنا عملناه ده وتدخليها الفرن عادي جدا على فرن سخن طبعا على 200، وتدخليها رف اوسط لحد ما تتحمر معاكي. تخلي بالك ما تخليهاش تتحرق معاكي. هنا بعد ما اتحطت دهنت من الصوص اللي انا عملته، وهسيبها بس تشمع من الناحيه الاولانيه، وهبتدأ اقلبها عن الناحيه التانية اهي. اتقلبت معايا بكل سهوله. تمام، تسيبيها بس تأكدي ان هي اتحمرت معاكي من الناحية الاولانية، ما تقلبهاش الا لما تتحمر معاكي من الناحية الاولانية. وهنا اتحمرت معايا وقلبتها. هبدأ بقى ان انا ايه، اشيل الكمية دي وهحط بقية الكمية. طريقتها حلوة جدا وسهلة جدا. تمام، هوش الكلام ده كله. ولو انت اول ما تشوفيني تكتبي لي في الكومنتات بتشوفيني منين، وما تنسينيش كمان في اللايك. هدهن بقى الكلام ده كله، هدهن بقى ده بنفس الصوص، والصوص اللي نزل منها كده هاخد منه وادهن كمان. حلو جدا. وبكده خلاص يعتبر الكفتة بتاعتنا كمان خلصت بطريقة سهلة جدا. وطبعا النار عندي الطاسة عندي سخنة او الكيل بتاعي سخن، والنار عندي متوسطة عشان اللحمة بتاعتي تستوي. وهنا انا قدمتها بالشكل الجميل ده. بصوا شكلها وطعمها حلو جدا وقوامها حلو، وكمان مش مكتومة معايا. انا اسفة على الكحة. يا رب ان شاء الله وصفتي النهارده تعجبك. شكرا لمتابعتك، اشوفك ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.